أنت مش قادر أو أنت مش هتنجح. عمرك فكرتي إن ممكن تكوني بتدمري شخصية طفلك من غير ما تعرفي؟ أو ممكن تكوني السبب في إنه يكون شخصية قوية وواثق من نفسه؟ تابعي معانا الفيديو، وقبل ما نبدأ متنسيش تعملي لايك وشير في سبيل نشر المعلومة المفيدة لكل أخت. في الطبيعي لما بنسمع جملة زي أنت مش قادر أو أنت مش هتنجح بنحبط من جوانا ككبار، فما بالك بقى لما تقوليها لطفل. لما بتنتقد الطفل طول الوقت وما بتهتميش بمشاعره، ده بيخلي ثقته في نفسه تنهار. الطفل بيحس إنه مش كفء وإنه مش قادر يواجه تحديات الحياة. الأخطاء بالنسبة له دليل على فشل، وده غلط مش صح. الأخطاء دايما فرصة للتعلم. لكن لو غيرتي الطريقة دي مع ابنك وبدأنا إن إحنا نساعده ونفهمه لما يغلط ونشجعه كويس لما ينجح، مش ابن خالتك جاب أكتر منك، ده هيخليه يثق في نفسه أكتر. لما نقول له أنا فخورة بيك أو إن أنت قادر تحقق ده، هو فعلا هيحقق ده. بيقويه وبيخليه يواجه الحياة بثقة. لو سمعنا له بصدق وسمحنا له إنه يعبر عن مشاعره، ده هيساعده إنه يبني شخصية قوية جواه. لو عايزة طفلك يبقى شخص قوي واثق في نفسه، ابدأي دلوقتي. قدمي له الدعم والتشجيع والحب اللي محتاجه، وما تنسيش لأن بناء شخصيته القوية بيبدأ منك أنت. لو عندك أي سؤال سيبيه لي في الكومنتات.